مصطفى عمير، برحب بيك معايا في وان شوت، وكلمني عن شعورك وحضورك النهارده لبير جيفت وتكريمك يا مبسوط جدا جدا بالتكريم ده. وهو مش اول تكريم الحقيقه. بصراحه سيد الناس ده يعني الدور ده فرق معايا كتير قوي، واتكرمت كتير قوي يعني على هذا الدور، فمبسوط جدا جدا. كل تكريم بيضاف ليك بيمثلك ايه؟ بيمثل لي يعني بيبقى خطوه خطوه، انت بتاخدي خطوه ورا خطوه خطوه لحد ما تحققي الحلم اللي انت بتحلمي بيه. فالدور ده بجد التكريم النهارده ده شيء عظيم بجد. مبسوط. سيد الناس كان وش سعد عليك طبعا. وتقول ايه المخرج محمد سامي بما ان هو كان الانطلاق في اكتشافه؟ اقول له انا بعشقه، انا بعشق استاذ محمد سامي. يعني الراجل ده راجل مبدع وعظيم، وانا بكن له كل الاحترام والتقدير. ممكن نشوفك معايا في المسلسل الجاي؟ اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله. اكيد معايا باذن ولا الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. ايه الجديد اللي جاي الفتره الجايه؟ انا لحد دلوقتي لسه بختار يعني وبشوف ان شاء الله. يعني هنشوفك امتى في السينما؟ السينما برضو كان في حاجات اتعرضت عليا، بس برضو بختار لان عايز برضو يبقى حاجه هادفه حلوه كده زي ما عملت دور آسر. بعد دور آسر هل ده صعب عليك مهمه اختيارك للادوار اللي جايه بعد كده؟ طبعا الخطوه دي خلاص اترمت. الخطوه اللي جايه هي الاهم وهي الاصعب. بس ايه الاسس اللي انت بتختار عليها الادوار بتاعتك؟ الايه؟ الاسس اللي انت بتختار عليها كل دور من الادوار يعني بتبقى هو مؤثر ولا مش مؤثر، عنده قيم واخلاق في الدور ولا لا، حاجات زي كده يعني بختار بناء عليها. ايه الدور او ايه الشخصيه اللي انت نفسك تقدمها في عمل فني؟ والله يعني كل اللي يجيبه ربنا كويس. يعني الحاجات اللي تتعرض عليا بصراحه، دور التوحد اللي اتعرض عليا ده انا بحب قوي الادوار اللي زي كده، الادوار المركبه، ولكن بعرف اعمل الكوميدي برضه والتراجيدي وعادي يعني. تقول ايه لجمهورك النهارده؟ انا بقول للجمهور ان انا بحبه جدا، لان انا يعني لولا ربنا ثم الجمهور انا مش هبقى موجود في المكان هنا ولا بكلمك دلوقتي.